قال الإمام النووي في كلمة مشهورة جدا ليه، بيقول: وخطر لي الاشتغال بعلم الطب فاشتريت القانون لابن سينا وعزمت على الاشتغال فيه، فأظلم علي قلبي وبقيت أياما لا أقدر على الاشتغال بشيء، ففكرت في أمري من أين دخل علي الداخل، فألهمني الله أن اشتغالي بالطب سببه، فبعت في الحال الكتاب المذكور اللي هو كتاب القانون في الطب، وأخرجت من بيتي كل ما يتعلق بعلم الطب، فاستنار قلبي ورجع إلي حالي وعدت لما كنت عليه أولا. ناخد بالنا اللي بيتكلم ده مش واحد قليل، يعني اللي بيتكلم ده الإمام النووي، يعني صاحب الأربعون النووية وصاحب شرح مسلم. ده واحد تقيل قوي 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 يعني. لكن لما حب يشتغل في الطب ما استجابش نفسيا لعلم الطب. ده بنقوله ليه؟ لما بنقول انه مش كل حد لازم يبقى، يعني هو مجرد ان هو عايز يبقى دكتور او عايز ابنه يبقى دكتور فيدخل في السكة دي بالحق او بالباطل، بالغش، بالسماعات، باي حاجة، بالفلوس، باوكرانيا، بروسيا، بالكلام ده. ده مش صح، لأن كل ميسر لما خلق له. لا الطب أحسن من علوم الشريعة، ولا الدين أحسن، ولا علوم الشريعة أحسن من علوم مش عارف إيه. كل حاجة، كل ميسر لما خلق له، وكل إنسان له دور في هذا الحياة، وإذا أتقن دوره بشكل سليم فهو على ثغر من الثغور يغطيه ما استطاع. فالطبيب بيغطي ثغر اللي هو إن لازم يكون فيه طبيب لعلاج أهل البلد، أو علاج المسلمين، أو علاج أهل الوطن أو البلد عموما يعني. وعالم الدين لازم يكون موجود عشان يفتي الناس في أمور دينهم، والمهندس موجود عشان يبني الناس بيوتهم، والمدرس موجود ليعلم الناس علوم الدين والدنيا، وهكذا. الإمام الشافعي مثلا كان بيقول: لم أرى بعد علم الحلال والحرام أشرف من طب الأبدان. فهو الإمام الشافعي كان طبيبا أصلا، ولو لم يشتهر بالمذهب لاشتهر بالطب. فهناك علماء دين كبار كانوا أطباء، وهناك برضو علماء دين ما عرفوش يبقوا أطباء، أو ما نفعش معاهم، أو ما نفعوش في الطب، وهذا لا يعيبهم. فدي رسالة لكل واحد عايز يدخل في سكة الطب وهو لا عنده القدرة ولا الملكة لهذا العلم الصعب.